برجندي. ليه برجندي؟ ورجعت لكم في موضوع الانجليزي. ايوه، طب انت عايز ايه دلوقتي؟ قلت لكم ان هيبقى في سلسله من هذا الموضوع، عقده الخواجه. اول نوع اللي هي خريجه مدارس وجامعات، جامعه امريكيه بقى والحاجات الخاصه اللي هي يو. والثانيه خفتش يس بربع جنيه. ثانك يو فيري ماتش. يلا سمعوني. دور مش دورها خالص، وحاولت بقدر الامكان يا عيني بتلف قرد على نفسها عشان تتكلم حرف انجليزي. النوع الثالث بقى اللي هي عايشه الدور وطول الوقت عوجه لسانها. انا رايي ان احنا نبتدي بالفاشن. انا النوعين، لكن مش طول الوقت عوجه لساني. مش هتبقي ستايل وبنت ناس واموره وانت طول الوقت هاي واتف لا دوخش افلحكش، بلاش افلحكش عشان الناس ما تزعلش. النوع الثالث ده بيحرق لي دمي. النوع الثاني غلبان، حاول تقول كلمه بقدر الامكان عشان يا عيني تبان انها دي غلبانه. النوع الثالث ده انا هو ده اللي علينا عين، وهنسال حبيبتنا وصاحبتنا اللي وراء الكاميرا على نبيتي برجندي. ما احنا طول عمرنا بنبقى معروف عنه انه نبيتي او نبيتي، ومش عارفه تقوليها ما تقوليهاش، تقوليها برجندي. برجندي يبقى ما تقوليهاش. ما دام مش عارفه تتكلمي انجليزي اخرسي، انا بتتوسخ وبنتعب. خلاصه الكلام يا حبيبتي قلبي، عيشي عيشه اهلك وجد وتيتا. احنا عايشين عيشه اهلنا، وده اللي مش هيخليكي ستايل، يديكي مبيعه اسمه نبيتي او نبيتي. برجندي دي مش هسمعها خالص. برجندي. السلام عليكم.